تفتكروا الدايره اللي احنا بنعملها كده في فيجما هل ليها اي استخدام تاني او ليها اي شغلانه تانية غير بس كونها دايره بالشكل ده؟ طب بالنسبه للنجمه هل برضو ليها اي شغلانه تانية ولا بس بستخدمها بالشكل اللي هو المعتاد عليه اللي احنا عارفينه؟ يا ترى ممكن نعمل بيهم اشكال تانية ونستفاد بيهم في التصميمات بتاعتنا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده من سلسله فيديوهات تيبس اند تريكس، وده الفيديو رقم 4. في بدايه الفيديو رسمنا الدايره والنجمه دي وقلنا يا ترى ممكن نستخدمهم في التصميمات بطريقه مختلفه ولا بس بستخدم الدايره زي ما هي كده، سواء بقى غيرت في لونها، حطيت فيها صوره هي او النجمه، فهل ليهم استخدامات تانية واقدر اغير كده في شكلهم واستفاد بيهم في اي ديزاين انا بعمله؟ تعالوا نشوف كده. خلونا اقول لكم ان الدايره دي المنظر البسيط بتاعها ده عمل المنظر ده وده وده وده، وكل المناظر اللي انتوا شايفينها دي اتعملت من الدايره دي، وكمان النجمه البسيطه دي عملنا منها كل الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، وممكن نعمل كمان اشكال اكتر بكتير من كده، لكن هقول لكم التركه فين ونقدر نعمل بيها الاشكال دي ازاي، وانتوا بقى تبدعوا براحتكم سواء في الدايره او في النجمه. تعالوا نبدا اول حاجه بالدايره. بالنسبه للدايره اول ما اضغط عليها كده فهيظهر معايا الدايره الصغيره دي او النقطه الموجوده دي. طيب خليني اقول لكم قاعده تمشوا بيها في كل الاشكال اللي ممكن تستخدموها على فيجما. اي شكل هتستخدموه سواء كان دايره، مستطيل، مربع، نجمه، اي حاجه هتستخدموها من الاشكال اللي هي بتكون موجوده هنا، كل الاشكال دي اذا ضغطنا عليها كده وظهر فيها نقطه بالشكل ده او اكتر من نقطه، فده معناه ان النقطه دي بتعمل حاجه، يعني النقطه دي مش محطوطه منظر مثلا، لا ليها استخدامها. فتعالوا نشوف ايه الاستخدام اللي ممكن نعمله بالنقطه دي. هضغط على النقطه دي وابدا انزل بيها لتحت بالشكل ده. هلاحظ ان هي فتحت معايا الجزء ده. طيب بعد ما فتحت معايا الجزء ده هلاحظ ان في 3 نقط ما بقوش نقطه واحده. ال3 نقط دول كل واحده فيهم ليها استخدامها. طب تعالوا نشوف كل واحده بتعمل ايه. اول واحده اللي هي دي اللي احنا فتحنا بيها الدايره، نقدر ان احنا نكبر بقى الفتحه اللي احنا عاملينها بالشكل المناسب للتصميم اللي احنا بنعمله. اما بالنسبه للتانية فدي نقطه البدايه، مكتوب ستارت زي ما احنا شايفين، نقدر ان احنا نحدد نقطه البدايه بتاعه الشكل انا حابه يبتدي منين. طيب تعالوا نشوف النقطه الثالثه. النقطه الثالثه دي هضغط عليها واسحبها كده لجوه، هلاقيها عملت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقدر ان انا اتحكم بقى في السمك بتاعه زي ما انا عايزه، اقدر اخليه ارفع من كده، اقدر اخليه بالشكل ده زي ما انا عايزه. طب يا ترى لو انا فضلت اسحب لغايه ما مليت كده الفراغ ده كله وبعد كده قمت شاده لتحت تاني، هلاحظ عملت معايا الشكل ده اللي هو الفراغ اللي كان موجود اصلا بقى هو المليان، والحته اللي كانت مليانه بقت هي اللي فيها فراغ. تعالوا نرجع تاني زي ما كنا ونحدد مثلا الشكل لغايه هنا. بعد كده ممكن نروح عند الراديوس هنا ونغير الراديوس بتاعها، ما نخليش الحروف بتاعتها كده. مثلا هبدا ان انا اغير اهو، هنلاحظ الراديوس اتعمل بالشكل ده. تعالوا بقى ناخد الشكل كده، الشكل تقريبا اتغير خالص، بقت شكل حاجه مختلفه مش الدايره اللي احنا واخدين عليها. تعالوا نسحب كده الشكل ونروح عند الاشكال اللي انا وريتها لكم في بدايه الفيديو. طيب الاشكال دي تقريبا ده بقى شبههم الى حد ما، بس ازاي بقى نعمل كل الاشكال الموجوده دي؟ تعالوا ناخد كام شكل كده واوريكم بيتعمل ازاي، وبقيه الاشكال تلقائي هتعرفوا تعملوها لوحدكم. لو عرفتوا كام شكل فيهم بيجي ازاي هتعرفوا انتوا تبتكروا بقى في الاشكال التانية لوحدكم. تعالوا مثلا نجرب الشكل ده. الشكل ده معمول ازاي؟ الشكل ده معمول باكتر من دايره زي ما انتوا شايفين كده، دي دايره ودي دايره تانية وهكذا. فبكل سهوله احنا عندنا الشكل ده. هبدا ان انا مثلا اصغر دي لغايه هنا، بعد كده هاخد منها كوبي وابدا بالكوبي ده ان انا اكبر كده تاني الدايره بتاعتي واسحب نقطه البدايه لغايه هنا مثلا. خليني اصغر دي شويه. بعد كده هاخد منها نسخه كمان وهغير برضو نقطه البدايه بتاعتي، هخليها من هنا وابدا ان انا اكبر دي شويه. بعد كده هاخد نسخه كمان واعمل نفس الموضوع، هغير نقطه البدايه، ولو عايزه بقى اكمل دي اكملها، لو عايزه احط واحده زياده احط، مفيش اي مشكله. بقى عندي الشكل ده، كل واحده فيهم هعمل لها اللون اللي انا عايزاه على حسب طبعا الوان التصميم اللي انتوا شغالين عليه، وبس كده بقى عندي شكل مقارب جدا. طيب هو الشكل مش هو لكن انا وريتكم ازاي بنقدر نعمل الشكل اللي موجود ده. الشكل الموجود ده فيه شويه اختلافات بسيطه، مثلا لو حبينا ان احنا نقلده شويه هبدا ان انا اسحب دي لفوق كده زي ما موجود في التصميم. بعد كده الحاجات دي ملزوقه في بعض شويه متداخله كده. بمجرد اصلا ما تدخلوا على جوجل وتبحثوا عن اشكال للشارتس مثلا هتلاقوا في اشكال كتير زي دي، تقدروا ان انتوا تشوفوا بقى اشكال مختلفه وتبداوا ان انتوا تحاولوا تعملوا الاشكال دي. واكيد لو حد فيكم وقع في حاجه او معرفش ان هو يعمل شكل معين تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات ونعمل ان شاء الله عليها فيديو ازاي بتتعمل، او تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا على الانستجرام وان شاء الله اقدر اساعدكم فيها. طيب تعالوا نمسح دي مثلا ونخش كده على شكل تاني. عندي الدايره هعمل نفس اللي انا عملته، هبتدي ان انا افتح دي كده ودي اصغرها كده لغايه هنا مثلا، ومعمول لها راديوس برضو فهبدا ان انا اعمل لها راديوس. بعد كده انا محتاجه اكتر من دايره، الدايره الاساسيه اللي احنا رسمناها اللي هي اللي تحت دي، بعد كده عندي جزء من الدايره هنا وجزء تاني هنا. طيب تعالوا نعمل الجزئين. هبدا ان انا اعمل دايره كمان كده، هاخدت كوبي منها، هبدا ان انا اصغر شويه لغايه هنا.
واعملها لون تاني. خلونا ناخد نفس اللون مثلا اللي هنا. بعد كده هاخد كوبي تاني منها واسحب دي لغايه هنا مثلا. لكن زي ما هو واضح في التصميم الجزء ده كده لو باين عندكم، خليني اكبر لكم شويه، الجزء ده طالع شويه بره عن الدايره نفسها، يعني الجزء اللي بالبنفسجي ده طالع سنه بره كده. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. هنا الاول هغير اللون علشان تقدروا تشوفوا معايا كويس، وكل اللي احنا محتاجينه ان احنا هنكبر شويه الجزء ده. دلوقتي بالشكل ده بقى طالع سنه بره، وهنا دي موجوده زي ما هي، وتقدروا طبعا تكبروا ده اكتر او تصغروه زي ما انتوا حابين. وبكده عملنا شكل تاني. ممكن كمان ارفع دي شويه بحيث ان احنا نسهل على نفسنا والحته دي تطلع على طول بره، بس دي كمان هتحتاج ترفع بنفس الحجم. ايا يكن انا وريتكم بتتعمل ازاي. طيب تعالوا ان احنا نمسح دي برضو، وخلوني اوريكم منظر تاني. منظر زي ده معمول بنفس الطريقه، بس عايزه اوريكم فيها حاجه مهمه. فرضنا ان احنا رسمنا الدايره بالشكل ده، وعملنا لها برضو راديوس، وعملنا كل الكلام ده تاني، وخدت منها كوبي، والكوبي ده وصلته لغايه هنا. تعالوا برضو نغير اللون شويه علشان يبقى واضح معانا. دي كده معموله بالطريقه اهي كده بالظبط، ولكن هنا في دايره، الدايره هنعملها برضو من هنا. بعد كده هغير لون الدايره زي ما هم عاملين، لكن هنلاحظ حاجه. بعد ما اغير لون الدايره هلاحظ ان الدايره دخلت كده في الديزاين. طب هل يا ترى اللي هي حوالين الدايره ده ازاي في ابيض كده؟ اللي حوالين الدايره ده هم عاملين له ستروك، فهروح عند الستروك هنا واضغط عليه، عمل لي ستروك. هبدا ان انا اغير السمك بتاعه من هنا. بعد كده هغير اللون وهعمله ابيض، او هعمله على نفس الخلفيه. هم هنا عاملينه ابيض عشان نفس الخلفيه اللي ورا، انا ممكن اعمله بنفس الخلفيه الموجوده عندي بالشكل ده. غير كده هتلاقوه مختلف برضو. ليه مختلف؟ لان هنا احنا عاملين له شادو موجود، فممكن ان انا احط افكت كده واحط له دروب شادو واظبط الدنيا، بس هنا هيبقى واضح معانا اكتر. ليه؟ لان هنا معمول على خلفيه بيضه، فتقدروا برضو ان انتوا تعملوا الشادو وتعملوا الستروك وكل الكلام ده هيطلع معاكم بنفس الشكل بالظبط. طيب هل يا ترى هي دي الطريقه الوحيده اللي احنا نعمل بيها الشكل ده؟ الشكل ده ممكن اقول لكم على حاجه تعملوها بيها تانية، وشوفوا برضو الاسهل ليكم. انا همسح دي خالص وهعتمد بس في الشكل ده على واحده بس. الواحده دي هضغط عليها كده واروح للالوان. الالوان بتاعتي هعدي السوليد ده خالص وهختار اللي بعديه اللي هو الجريديان. بعد كده هبدا ان انا اغير شويه في الالوان الموجوده. انا محتاجه اللون ده مثلا، هاجي عند اللون التقيل اللي انا عايزاه واختار ده، وبعد كده هاجي عند التاني واختار اللون الابيض مثلا. هبدا ان انا اسحب بقى دي كده واحطها عند النقطه اللي انا عايزاها بالظبط. هنا مثلا انا عايزاها لغايه هنا، وابدا ان انا اسحب التانية وهروح معاها عند نفس النقطه. هحاول ان انا الزق النقطتين في بعض بالظبط. بعد كده هحط الدايره برضو اللي انا كنت هحطها وهظبطها بنفس الطريقه. لكن في الطريقه دي زي ما انتم شايفين انا ما استخدمتش اي حاجه غير هي بس الدايره اللي انا استخدمتها، يعني ما زودتش دايرات تانية ولا حاجه. فدي طريقه ودي طريقه. تعالوا نشوف اخر واحده دي ممكن نعملها، لان هي اللي تعتبر مختلفه شويه عن الباقي. هعمل الدايره، هنعملها بنفس الخطوات تاني، لكن الخطوة دي مش هعملها. هخلي دي زي ما هي كده وابدأ ان انا اصغر الدايرة بالشكل ده. خلصت الحتة دي هعمل منها بقى اكتر من كوبي، وكل كوبي هاخده احرك كده الدايرة معايا. ونفس الموضوع بقى مع كل الدوائر اللي انا هعملها او مع كل النسخ اللي انا هعملها. بس كده بقى عندي اكتر من جزء زي ما انتوا شايفين. لما ابدأ ان انا الون كل واحد فيهم بالوان معينة هيظهر معايا الشكل زي ما انتوا شايفين كده اللي موجود هنا. لكن طبعا باختلاف العدد، هنا اعدادهم اكتر، فطبعا ده برضو بيعتمد على شكل التصميم اللي انتوا شغالين عليه. تقريبا تقدروا تعملوا بقيه الاشكال بنفسكم، فجربوا ان انتوا تعملوها زي ما قلت لكم. ولو في حاجه ما كانتش واضحه قوي تواصلوا معايا على طول. تعالوا بقى نروح لتاني واحده وهي النجمه. النجمه الموضوع بتاعها سهل جدا، وطبعا اول ما نضغط عليها احنا عرفنا التركه فين. ظهر معايا نقط، انا ببص على النقط اللي موجوده عندي 1 2 3 نقط، وكل واحده فيهم ليها الاستخدام بتاعها. تعالوا كده نجرب واحده واحده. اول حاجه مثلا لو انا مسكت اول واحده دي وبدات ان انا اعملها بالشكل ده، هلاحظ ان انا عملت ريديوس لنفسي في الحروف بتاعتها. حلو جدا. تعالوا بقى نشوف النقطه اللي بعدها. النقطه دي لو انا سحبتها هتبدا تغير معايا الشكل خالص زي ما انتم شايفين. لو سحبتها لبره او لجوه هتبدا ان هي تغير معايا الشكل كده. طيب تعالوا بقى نشوف النقطه الثالثه. النقطه الثالثه هبدا ان انا اسحبها يمين وشمال، هتبدا تعمل معايا الاشكال اللي انتم شايفينها دي. اكتر من شكل واكتر من منظر ممكن يطلع معاكم بمجرد بس التجربه. يمين وشمال كده، وابداوا ان انتوا تشوفوا كل الاشكال اللي هتطلع معاكم. بعد كده ممكن اسحب الدايره اللي في النص دي
وعملت معايا مثلا الشكل ده، شكل مختلف تماما عن الاشكال اللي انا كنت عاملاها تحت. تعالوا ان احنا نمسك دي ونبدا ان احنا نرفعها تاني او ندخلها جوه اكتر. بصوا عملت مثلا شكل تاني، وهكذا. افضلوا جربوا بقى في الثلاث نقط اللي موجودين دول، اسحبوا لجوه والبره، واسحبوا دي مثلا يمين وشمال وهكذا، واعملوا راديوس مثلا، صغروا وكبروا في الراديوس، هيطلع معاكم الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. وكل مره ممكن يطلع معاكم اصلا شكل جديد خالص، لكن الاشكال دي هتنفعكم في ديزاينز كتير مختلفه، خصوصا مثلا اشكال زي كده. الاشكال اللي زي كده ممكن تنفعكم في اي باك جراوند مثلا لموقع بتعملوه، لتطبيق كده يعني. فشكل النجمه زي ما قلت لكم مش مقتصر بس على الشكل بتاعها، وكل بقى شكل بالمنظر ده، كل شكل ليه نقط. ابداوا ان انتوا جربوا فيها، هتطلعوا اشكال مختلفه كتير. لكن النهارده حبيت اشارك معاكم بس النجمه والدايره، لانهم هيفيدونا في حاجات كتير واحنا بنعمل تصميمات مختلفه. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وحكينا فيه عن التيبس والتريكس اللي موجوده اللي ممكن نعملها سواء في النجمه او في الدايره. اتمنى ان هي كانت مفيده بالنسبه لكم. افتحوا على طول فيجما وابداوا ان انتوا جربوا وشوفوا النجمه تطلعوا منها اشكال عامله ازاي، واكيد شاركوا معايا الاشكال اللي انتوا هتوصلوا لها. وكمان الدايره اعملوا بيها شارتس كتير وعودوا ايديكم عليها علشان تعملوها بعد كده بسهوله لما تواجهوا حاجه زي كده في اي ديزاين انتوا عايزين تعملوه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وكمان تعملوا فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود في اول تعليق مثبت. واعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، واستمروا في الابداع، ومع السلامه.